السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن اف المركبه او داله اف المركبه. هي تكمله للفيديو اللي فات. الفيديو اللي فات اتفقنا ان احنا الاول شرحنا داله اف، واتفقنا ان احنا هنتكلم المره دي عن اف المركبه وازاي استخدمها لو انا عندي اكتر من شرط. يعني انا اف المركبه دي بستخدمها لو انا عندي اكتر من شرط في المساله. اف العاديه كان بيبقى عندي شرط، الشرط ده احتمال يتحقق واحتمال ما يتحققش، فانا كنت بكتب مثلا في فاليو اف ترو لو الشرط اتحقق يعمل ايه، وفاليو اف فولس لو الشرط ما اتحققش يعمل ايه. طب لو جالك في مساله زي المساله اللي قدامنا دي كده وبيقول لك لو كان كذا اعمل كذا ولو كان كذا اعمل كذا، الله ده اما كده في عندي اكتر من شرط، كده الموضوع اختلف. انت كده ضحكتي علينا بقى. لا، ما ضحكتش عليك ولا حاجه. هو في حاجه اسمها اف المركبه. لو انت عندك اكتر من شرط في المساله انت بتستخدم بقى حاجه اسمها اف المركبه. هي داله اف بالظبط، بس مع تغيير بسيط في الطريقه او التعامل معاها. يا ريت لو ما اتفرجناش على الفيديو اللي فات اللي هو كان بيشرح داله اف، نتفرج الاول على الفيديو بتاع داله اف علشان اما نتكلم في اف المركبه يبقى الموضوع بالنسبه لك سهل ومنطقي. طيب، في الحاله طبعا هسيب لكم الاول اللينك هيظهر دلوقتي. الناس اللي ما اتفرجتش على داله اف، اتفرج الاول على داله اف، هيظهر قدامك اللينك، اتفرج عليه وبعد كده ارجع تاني للفيديو ده علشان تكمل. طيب، في الحالة اللي قدامنا دي أنا عندي المسألة بتقول احنا عايزين نجيب تقدير الطالب. بناء على ايه بقى؟ بناء مش على شرط واحد، بناء على 4 شروط هو مديهولي. طيب، مديني لو درجته أكبر من أو يساوي 380 اكتب له ممتاز، ولو أكتر من أو يساوي 350 اكتب له جيد جدا، ولو أكتر من أو يساوي 300 اكتب له جيد، وبعد كده 250 مقبول، وبعد كده ضعيف. طب أعمل الكلام ده ازاي؟ طيب، هو انا مبدئيا هنا هشتغل بدالة ايه؟ انا عندي شرط والشرط ده احتمال يتحقق واحتمال لا. ايوه، انا عندي اكتر من شرط. طب ايه اللي بيعمل الكلام ده؟ ايوه صح، دالة اف. دالة اف هي اللي بيبقى في شرط والشرط ده احتمال يتحقق واحتمال لا. طب هتفرق معايا هو شرط واحد ولا 2 ولا 10؟ لا، مش هتفرق. في الفيديو النهارده هنعرف ازاي بقى نستخدم اف المركبة لو انا عندي اكتر من شرط. طب اول حاجه هنعملها ايه؟ اول حاجه هنعملها نقف في الخليه اللي عايزين نطلع فيها الناتج. والله اللي قال كده برافو عليه. اول حاجه هتعملها في اي حاجه هتحلها في الاكسل، اقف في الخليه اللي هتطلع فيها الناتج. طيب، بعد كده هتعمل ايه؟ هتروح اف اكس اللي هي انسرت فانكشن وتجيب داله اف. طيب، اف هتطلب مني 3 حاجات. ايه هم ال3 حاجات؟ الشرط، والشرط لو اتحقق يعمل ايه، ولو ما اتحققش تعمل ايه. طيب، الشرط عندي ايه؟ الشرط عندي ان مجموع درجات الطالب، روحي شوفي كده مجموع درجاته اكبر من 380 ولا لا. والله هو ده الشرط اهو درجاته اكبر من او يساوي، احنا نسينا يساوي. طب يساوي تتكتب ازاي؟ بعد الاكبر من على طول اهي، اكبر من او يساوي 380. طيب، لو الشرط ده اتحقق يعمل ايه؟ يتكتب له ممتاز في الخليه، فانا هكتب ممتاز. طب لو الشرط ده ما اتحققش، طب بص في المسألة، لو الشرط ده ما اتحققش ادالك شرط تاني. ايه ده؟ طب وبعدين هنعمل الكلام ده ازاي؟ يبقى هنستدعي اف تاني لان هو طالب شرط تاني. طب هستدعي اف تاني ازاي؟ هتقف في فاليو اف فولس، يعني لو الشرط ما اتحققش. خلي بالكوا جدا من النقطة دي. في ناس بتفتح اف وهي واقفة هنا، وده مش صح. انت كده بتخلي الاكسل يخبط دماغه في الحيط. يعني ايه؟ انت بتقول له لو الشرط اتحقق اكتب ممتاز وبعدين روح افتح اف تانية؟ لا طبعا، لا طبعا. طب هعمل ايه؟ اقف في فاليو اف فولس لو الشرط ما اتحققش. يبقى يا اف لو سمحتي لو الشرط ده ما اتحققش روحي هنا كده وافتحي لي اف جديده. طب هفتح اف جديده ليه؟ علشان عندي شرط جديد اهو. ادام عندك شرط جديد يبقى تفتح اف جديد. طب هفتح اف جديده ازاي؟ فاكرين النيم بوكس في الفورمولا بار اخر الشريط ده ناحيه الشمال مكتوب فيه دلوقتي بي 4. لو انا رحت بالماوس كده بالراحه هتلاقوا كتب ايه؟ اف. دوس بقى على اف كده. اتفتح اف جديده. برافو عليك، برافو عليك. طيب، وبعد كده هنتلخبط بقى؟ لا، زي ما انت شغال في المساله كمل. طيب، اللي بعد كده بيقول لك ايه؟ والله ده مديك شرط تاني. ايوه طبعا، ما احنا فاتحين اف علشان هو هيديني شرط تاني.
طب ايه هو الشرط؟ مجموع درجاته. خلي بالكم ما تجيبش مجموع درجات زين، احنا بنشتغل على سامح دلوقتي. يبقى روحي شوفي يا اف لو سمحتي، لو درجاته اللي هي في بي 4 اكبر من او يساوي، المره دي الشرط بقى ايه؟ اكبر من او يساوي كام؟ الشرط التاني 350. امشي واحده واحده. طيب لو الشرط ده اتحقق يعمل ايه؟ يكتب جيد جدا. حلو. طب لو ما اتحققش، طب استنوا كده نروح نبص على المسألة. ده لو ما اتحققش ايه ده قال لي شرط تاني. ادام قال لي شرط تاني يبقى المفروض اعمل ايه؟ برافو عليكم، اللي قال يفتح اف جديدة صح. صح، ادام في شرط جديد يبقى اف جديد. طيب افتح اف جديدة دلوقتي؟ لا، كده الاكسل هيخبط دماغه في الحيط. اتفقنا على طول. طب يعمل ايه؟ اوعى تنسى تروح في فاليو اف فولس علشان تفهموا ان لو الشرط ده ما اتحققش روح هنا، لو الشرط ده ما اتحققش افتح اف جديد. مش الشرط لو اتحقق روح افتح اف جديده واكتب جيد جدا، لا. طيب اقف هنا واروح افتح اف جديده، هيديني اف جديده. اف الجديده دي طالبه مني 3 حاجات عشان تساعدني زي ما قلنا في الفيديو اللي فات. طيب ايه الحاجه الاولانيه؟ الشرط عندي مجموع درجاته اكبر من او يساوي كام بقى المره دي؟ استنوا كده ننزل المساله. اكبر من او يساوي 300. اكبر من او يساوي 300، فانا هكتب 300. طيب لو الشرط ده اتحقق هيعمل ايه؟ هيكتب جيد في الخليه. طب لو ما اتحققش، ثانيه واحده عشان اركز معاكي. لو ما اتحققش هكمل المسألة قراية. إذا كانت درجة الله لا ده اداني شرط جديد، معنى كده إن إيه؟ اف جديدة. برافو عليكم، شرط جديد يبقى اف جديد. وأنا واقف هنا؟ لا طبعا، إحنا خلاص كبرنا وعرفنا إن لازم نقف في فاليو اف فولس وإحنا بنفتح اف الجديدة. هروح أفتح اف جديدة. طيب وبعدين الشرط إيه؟ الشرط لو كانت درجاته أكبر من أو يساوي 250، مجموع درجاته هروح أشاور عليها أكبر من أو يساوي 250. طب لو الشرط ده اتحقق يعمل ايه؟ هيكتب ايه؟ ثانيه واحده نشوف في المساله. هيكتب مقبول. طيب لو الشرط ده ما اتحققش هيعمل ايه؟ هفتح اف جديده. ايه رايكم؟ ايه ده؟ لا استنى ده خلصنا خلاص والله مفيش شروط تاني. لا، بيقول لك وغير ذلك يكتب له ضعيف. يعني معنى كده لو كل اللي فوق ده ما اتحققش يكتب ايه؟ ضعيف. يعني ما اروحش افتح اف جديده دلوقتي، لا خلاص هقف هنا كده واكتب ضعيف. احنا خلصنا خلاص ضعيف. طيب وهقول اوكي. تعالوا كده نشوف المسألة اتعملت معانا ولا لا. اتكتب ممتاز لانه فعلا انطبق عليه الممتاز. طب خلونا كده نعمل اوتوفيل لبقية الطلبة. فعلا هتلاقي المقبول والجيد جدا والضعيف، ولو قارنت الارقام دي هتلاقيها مظبوطة زي ما عملنا بالظبط. طبعا لو الشكل ده كده موجود في الخلية اعرف ان انت المسألة بتاعتك شغالة، المعادلة شغالة لسه ما اتقفلتش. يا اما تدوس صح بما انك انت موافق على الكلام ده، يا اما لو في اي مشكلة تعمل كنسل. لا احنا هندوس صح علشان المعادلة تظهر تاني. بكده يبقى احنا خلصنا دالة اف المركبة. اف المركبة مرتبطة باف، يعني علشان تفهم اف المركبة لازم تبقى فاهم اف كويس. اشتغل كتير على اف وبعدين اشتغل كتير على اف المركبة، واعمل انت مسائل كده واقعد وحل. التدريب كتير على اف واف المركبة والاكسل عموما بيخليك تبقى كل شوية اشطر واحسن في الاكسل ومستواك بيعلى في الاكسل. يا رب نكون عرفنا نبسط دالة اف واف المركبة والموضوع يكون سهل وبسيط ومنطقي بالنسبة لك دلوقتي. لو استفدت من الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير علشان غيرك يستفيد. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يجيلك كل جديد. اسيبكم في رعاية الله.